مباريات مجنونة تنتظرنا في إياب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في ليلة الثلاثاء. ليفربول باريس سان جيرمان سوف يكون ملعب الأنفيلد شاهدا على مباراة الإياب بين هذين الفريقين بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بهدف نظيف. المباراة التي اعتبرها الجميع واحدة من أكبر السرقات في عالم كرة القدم، حيث سيطر فريق باريس سان جيرمان على المباراة بالطول والعرض، ولكن كما يقول المعلق الشوالي الكرة جوال. المحاولتين فقط استطاع فريق ليفربول تسجيل هدف الانتصار في اللحظة الأخيرة، ورغم الكم الهائل من المحاولات لم يستطع الفريق الفرنسي التسجيل في مرمى ليفربول، لأنه كان هناك حارسا يدعى أليسون بيكر هذا الأخير الذي كان الصد المنيع لمحاولة نجوم باريس سان جيرمان والذي فاز بجائزة رجل المباراة. ولكن رغم هذا الانتصار إلا أن الوجه الذي ظهر به فريق ليفربول في حديقة الأمراء لم يكن يتوقع أحد من المتابعي كرة القدم، بدون أن نتحدث عن مشجعي هذا النادي. فقد ظهر الفريق بمستوى مخيب للأمال، حتى أن هناك من قارن بينه وبين خصم PSG في دور خروج المغلوب، والحديث هنا عن نادي بريست. رغم عدم فوز الفريق الفرنسي في هذه المباراة إلا أنه أحرج الفريق الإنجليزي وأظهره بوجه سيء أمام العالم أجمعين. ويبقى السؤال، هل سوف نرى ليفربول الذي نعرفه جميعا في جحيم أنفيلد، أم أن باريس سان جيرمان سوف يستمر في السيطرة على المباراة وإحراج فريق المدرب الهولندي سلوت، الفريق الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الأول؟ باريس سان جيرمان ومشكلة الأهداف. لطالما كان هذا الفريق يلعب كرة قدم ممتعة للعين، يصنع المحاولات من كل أنحاء الملعب، ولكن مشكلته الكبيرة كانت دائما هي في ترجمة هذه المحاولات للأهداف. وشاهدنا هدف في النصف النهائي في الموسم الماضي أمام بروسيا دورتموند، وتكرر الأمر في العديد من المباريات، أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ومباراة ليفربول. فهل المشكلة في اللاعبين أم أنها في المدرب؟ والمشكلة الكبيرة أن الفريق لا يستطيع حتى استغلال الكرة الثابتة، فقد تحصل على 14 زاوية في مباراته ضد ليفربول ولم يستطيع تسجيل ولا هدف واحد. تخيل معي لو كانت أرسنال هي من تحصلت على هذا العدد من الكرات الثابتة، فبكم كان سوف ينهزم فريق الريدز يا ترى؟ فمن هو الفريق الذي تتوقعان تأهله من بين هذين الفريقين إلى دور الربع النهائي؟ برشلونة بنفيكا، مباراة ممتعة أخرى تنتظرنا بين هذين الفريقين بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بهدف نظيف. المباراة التي تحدى فيها برشلونة النقص العددي، فرغم أنه لعب المباراة ب10 لاعبين فقط إلا أنه استطاع الفوز في خارج أرضه وعلى ملعب الخصم، وهذا لم يكن نشاهده في برشلونة. وكلنا نتذكر ما حدث لبرشلونة عندما تم طرد أحد لاعبيه أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي. فماذا تغير يا ترى؟ بالنسبة لفريق بنفيكا فنفس الكلام الذي قلناه على باريس سان جيرمان ينطبق بنسبة كبيرة على هذا النادي. محاولات كثيرة ولكن بدون فائدة، فإن لم تسجل الأهداف فكأنك لم تقم بعمل أي شيء يذكر. ويبقى السؤال، هل سوف يستطيع فريق بنفيكا أن يفعل ما عجز عنه في ملعبه ووسط جماهيره، بالإضافة إلى النقص العددي، أن يهزم برشلونة في ملعبها ووسط جماهيرها وهي مكتملة الصفوف؟ إنها بالفعل تبدو مهمة مستحيلة بالنسبة للفريق البرتغالي، ولكن لا مستحيلة في كرة القدم. أخبرنا عن رأيك في التعليقات يا عزيزي المتابع ويا أختي المتابعة. بايرن ميونخ بايرن ليفركوزن هي مباراة تأكيد السيطرة بالنسبة للفريق البافاري، في حين أنها مباراة البحث عن الريمونتادا تاريخية بالنسبة لفريق تشافي ألونسو. لم يتوقع أحد أن تنتهي مباراة الذهاب بين هذين الفريقين بتلك النتيجة، وكلنا كنا ننتظر مباراة حماسية، مباراة بين فريقين متساويين، بين فريقين متكافئين، ولكن ما شاهدناه لم يكن كذلك. فبايرن ميونخ استطاع إسقاط بايرن ليفركوزن بثلاثية نظيفة، سقوط مدوي مرة أخرى لفريق تشافي ألونسو يذكرنا بما حدث في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي. رغم تألق الفريق المستمر إلا أن عندما يسقط دائما بالثلاثيات، فبايرن ليفركوزن قدم مستوى لا بأس به في مرحلة الدوري
عكس ما حدث مع بايرن ميونخ، ولكن ما حدث في مرحلة الدوري قد ذهب ولن يعد. والآن نحن في الأدوار الإقصائية، إما أن تنتصر وإما أن تودع. فهل سوف يستطيع فريق تشافي ألونسو قلب الطاولة على بايرن ميونخ، أم أن الأمور قد حسمت بالفعل في مباراة الذهاب؟ إنتر ميلان في نورد روتردام. بعدما قام الفريق الهولندي بإقصاء إي ميلان من دور خروج المغلوب، زادت طموحات هذا الفريق وارتفع سقف أماني مشجعيه، ويقول في أنفسهم: بما أننا أسقطنا البيج ميلان فلماذا لا نسقط إنتر ميلان كذلك؟ ولكن ما حدث في ملعبهم ووسط جماهيرهم كان عكس ذلك تماما. إنتر ميلان يفوز بثنائية نظيفة. فهل هناك أمل لفريق فينورد روتردام في قلب الطاولة على إنتر ميلان في ملعبه وسط جماهيره؟ الملعب الذي لعب فيه بالفعل هذا الفريق ضد إي سي ميلان، وانتهت مباراته بالتعادل الإيجابي، ولكن الجميع رأى بالفعل أن ميلان كان أفضل بكثير من هذا الفريق. فهل يمكننا القول أن إنتر ميلان في الربع النهائي، أم أنه ليس هناك مستحيل في عالم كرة القدم؟